مساء الحلويات على أحلى أخوات في الدنيا، باحبكم في الله، وحشتوني جدًا جدًا من الفيديو اللي فات. جاية لكم النهارده بفيديو جديد، أتمنى متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهارده بقى هاعمل معاكم رز فرن، وهاعمل رز بلبن عادي، وأتمنى متنسوش تحطوا اللايك. ويلا بينا بقى نخش على الطريقة سريعا كده عشان مضيعش وقتكم. عايزة أقولكم إن أنا جبت اللبن من بالليل كده، كان بابا اللي جايبه الصراحة، كنت عاملاها عند بابا، فبابا قال لي لأ لازم انتي اللي هتعملي لنا النهارده رز بلبن. جايب لي 2 كيلو لبن، وايه استخدمت عليهم كوباية رز واحدة على ال2 كيلو. حطيت كده كوباية الرز، نقيتها كويس وغسلتها وصفيتها، وحطيت عليها كوباية لبن وكوبايتين من المية، وسبتها بقى على النار مع نفسها. وأول ما تبتدي بقى إن هي تغلي معانا، هنبتدي بقى إن احنا نوطي عليها خالص ونغطيها ونسيبها ان هي ايه الحباية نفسها تشرب من اللبن. عايزة اقول لكم ان انا الرز بلبن ده اللي هيجربه والله هيطلع زي المحلات حرفيا. مفيش حد مدقهوش ومقاليش ان هو يعني طعمه زي بره، جميل جدا. هنا بقى معايا كريم شانتيه، حطيته على اللبن وهو ساقع كده، وضربته كويس اوي. انا عايزه اقول لكم ان اللبن ده كان عندي من بالليل، غليته بابا جابه يعني بالليل وغليناه ودخلته التلاجة وطلعته تاني بستخدمه. كده بقى ايه لسه الرز اهو، هشوفه استوى ولا لأ. لازم طبعا تقلبيه وتشوفيه كده من وقت للتاني. طبعا بقى لقيته خلاص ان اللبن داخل على سوا، الرز داخل على سوا. طبعا بتوطي عليه وتغطيه عشان يستوي على مهله. والبخار طبعا لما يبقى الحلة مفتوحة بيبقى غلط جدا، يعني مش بتستفادي بحاجة، البخار هو اللي بيسويه. عفوا. هنا بقى قلت ان انا هنزل باللبن بتاعي عشان الرز خلاص استوى. انت ما بتحطش كوباية لبن كده من نفس ال2 كيلو، يعني من نفس اللي انت هتعملي منه هتاخدي منه كوباية. فانت بتخلي الحباية نفسها تشرب من اللبن. في ناس بتسيبه لحد ما يتشرب خالص، بس انا الصراحة ما بحبش كده. طالما استوى خلاص. كده بقى بدأت ان انا ايه اضرب بالمضرب بتاعي كده عشان لو في اي تكتلات ولا في اي حاجة تفك، هو مفيهوش حاجة. عايزة اقولكم ان الكريم شانتيه دوت تضربيه جامد جامد جامد، وعشان لو في اي تكتلات ولا حاجة تفك معاكي. هو السر كله في الكريم شانتيه. ولو عايزة وش اللبن مكرمش هقولكوا ازاي. وكمان ايه، حطيت معلقة كوباية من السكر، كل واحدة على حسب رغبتك، ممكن كنتي محتاجة سكر اكتر. دي القشطة اللي كنت قشطها على وش اللبن، في ناس بتشيلها وتعينها لكن ده غلط، ده احنا. وفي ناس بتحط معلقتين كده، معلقتين بس وتسكت على كده، لا. انا نزلت بكمية القشطة كلها لان هي برضو ليها عامل طبعا في الايه، في الحلو بتاعي. في ناس بقى لو انت مقدرتك ان انت تجيبي كريمة لباني اللي هي بتاعت الحلويات وتحطيه عليها، هتبقى اطعم واطعم والله العظيم. هنا بقى فتحنا كيسين فانيليا وحطيناهم. عايزه اقول لكم ان انا احتجت على كوبايه السكر دي نص كوبايه تاني. دول معلقتين 3 معالق نشا يا ربي، ومدوباهم في شويه لبن كده ونزلت بيهم. وبدأت بقى ان انا ايه اقلبه. في ناس بقى بتقعد تقلب فيه لحد ما يتقل معاه من غير نشا ومن غير اي حاجه. بس احنا والله ولا صحتنا ولا رجلينا ولا اي حاجه تستحمل ان احنا نقف كل ده على البوتاجاز، فالنشا هي اسرع حل بالنسبه لنا. كده بقى خلاص دول ال2 كيلو عملوا معايا الكمية دي، عملوا معايا 10 أطباق هدخلهم الفرن، و4 أطباق عاديين دول الايه لو عايز الوش بتاعهم يكرمش. الوش بتاعهم بقى لو عايزه يكرمش، الطريقة ازاي بقى؟ بعد ما يبرد معاكي الرز بلبن، بعد ما تفرغيه في الأطباق تغطيه وتبيتيه لتاني يوم. تغطيه وتبيتيه لتاني يوم، هيكبش وهيبقى مكرمش معاكي زي المحلات برا. وعايزة اقولكم جربوه على ضمانتي، والله طعمه رهيب الرز بلبن ده. بصي ما شاء الله عمل معايا كل الكمية دي او كده. ده الوش بتاعه. الصراحة بابا هو اللي ساعدني فيه، وهو اللي دخلهولي الفرن واستنى عليه يعني. هو عمل له الوش بتاعه كده، لما يبرد خالص تدخليه الفرن وتفتحي عليه الشواية. بس خلي بالك علشان انتوا عارفين الشواية في ثانية بتخلي الدنيا ايه تضيع مننا.
بصي بقى طبق الرز بلبن ده، طبعا احنا مستنيناش ان هو وشه يكرمش والكلام ده، احنا كلناه في نفس اليوم من كتر حلاوته. بابا هنا هو اللي مزوقه كده. طبعا انتي تقدري تزوقي بأي حاجة عندك. متنسوش اللايك والاشتراك في حفظ الله جميعا. باي.